السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. عدنا لكم فيديو جديد. بشكر الجميع وبخص في الشكر بيحطوا لي لايك وبيشتركوا في قناتي وبيكتبوا لي أكثر من تعليق. ندعي لأخواننا المستضعفين في كل مكان: غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وانصرهم النصر العزيز المقتدر. اللهم بلدي الأردن وسوريا احفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، إنك السميع مجيب الدعاء. ولا ننسى أخواننا في غزة وأيضا نخصهم في الدعاء لأنهم محتاجون فعليا الدعاء. اللهم انصرهم نصر عزيز المقتدر. وخلونا نبدأ بالفيديو يا حبايبي لأنه فيديو اليوم قصير. أول موضوع يا جماعة واللي هو عن أجواء حفلة الحنة لأسامة وشيرين. طبعا إلا أنتم ما تكونوا رحتوا شفتوا الفيديو كيف كانت الأجواء، ولكن أنا بدي أختصر لكم الأجواء. والأجواء معروفة يعني. إحنا بجوز نكرر الكلام أكثر من مرة. أول شيء يا جماعة، دخل أسامة وكانت الدخلة بين أصحابه وقعدوا يزقفوا له، وفات طبعا أسامة وقف ينتظر عند الدرج لما تنزل شيرين. إحنا طبعا كنا مستنين إنه يكون أبو شيرين مع شيرين ينزلها، ولكن للأسف ما نزلها. هذا في البداية، وقلنا يمكن أبوها لشيرين مش موجود، ويعني لو أبوها ما نزلها لازم كان واحد من إخوانه ينزلها، يعني هذا الأفضل والأحسن. ولكن نزلت لحالها، طبعا هذه ما عليها مشكلة، يعني مدقق عليها شوي. فنزلت وطبعا إجا وحضنها. أسامة حضن شيرين ومشوا مع بعض وراحوا قعدوا يعني على الكرسي اللي هم بدهم يقعدوا عليه. وطبعا بلشت المراسم وبلشت، يعني هم عندهم عادات كردية خاصة فيهم. طبعا بلشوا العادات يعني الحنة ورش الورد ومن هاي الأمور. وأمه وأم شيرين وخوات شيرين وأم أسامة وكلهم يعني، وحتى بيسان كمان شاركت معهم. وبعدين طبعا اجت نارين اخت شيرين وبلشوا، طبعا بلشت نارين تلبس شيرين المجوهرات والاكسسوارات اللي جابهن. خلصوا بعدين بلشت الاغاني، فقرة الاغاني والرقص وهاي الامور يعني اللي احنا متعودين عليها في حفلاتنا. الموضوع الثاني واللي أنا فعليًا جدًا استغربت منه وأيضًا ما حبيت أبدًا هذا الموضوع وما عجبني، واللي هو عدم مشاركة أبو نارين بالحفل. طبعًا يا جماعة انتشرت عدة صور انتشرت كثير فيديوهات كانت بتوثق إنه أبو نارين كان معتزل أو مبتعد عنهم، يعني هم قاعدين بيرقصوا محتفلين وهو قاعد لحاله في مكان ثاني، إما قاعد بيتفرج عليهم إما ماسك التلفون. فطبعًا أنا اللي ما عجبني أبدًا إنه ليش هو ما شاركهم. وأنا يا جماعة حضرت الفيديو كله ما شفت أبدا أبو نارين شارك، يعني ظل قاعد. يعني ممكن هو كان يروح ويقعد، مثلا تحكوا لي إنه كان يروح يستريح، لا يا جماعة ما كان الظهر بالفيديو كله في فيديو الحنة. فأنا استغربت. فبعض الناس طبعا حكوا إنه بناتهم مشاكل، وهذا يعني الأصح، ممكن إنه بناتهم مشاكل، ولكن أنا بستبعد ممكن يكون بيناتهم مشاكل. أنا كمان حطيت ممكن يكون هو مريض، ممكن ما بيحب الأجواء هاي. ولكن إذا هو مريض كان ممكن إنه يعني ما حضر أبدًا. وحكوا هم شرحوا ممكن إنهم يحكوا، أو هو طلع أو كتب إنه مثلًا أنا اليوم ما حضرت الحنة، بس أبدًا غاب عن السوشيال ميديا وحضر هو. فإذا إحنا بنستبعد المرض يا جماعة، إحنا بنستبعد المرض. المشاكل حتى لو بيناتك أنت وياهم مشاكل، يعني أنا مش قدّام الناس ومشان كمان أفرّح بنتي ما أخلّي، لإنه هذا يوم مهم للبنت، يعني يوم تفرح فيه البنت لازم إنها تفرح. فأنت مشان تفرّح بنتك وما تخلّي الناس تظل تسولف فيكم وتسولف في المشاكل اللي بيناتكم، إذا كانت بيناتكم مشاكل باروح بانزّلها على القليلة بانزّلها، أو باشارك معهم شوي نتفة، باسلّم عليهم، أي إشي من هاي الأمور. بس أنت أبدًا كنت مختفي. تمام. يعني المرض حكينا والمشاكل. حتى لو إنك ما بتحب هاي الأجواء، أنت لمّا حنة نارين نزّلتها وشاركت معهم في الأجواء تبعيتهم، ولكن في هاي المرّة أنت أبدًا ما شاركت معهم، كنت يعني منعدم الظهور أمام الشاشة والمشاركة. طيب، إحنا يا جماعة الآن أنا بالنسبة إلي وبالنسبة للكل إحنا كنا لازم ننتظر يوم العرس. إذا شفنا في العرس شارك معهم فممكن إننا نعذره لأنه ما شارك معهم في الحنة، ولكن إذا كمان ما شارك معهم في الحفل تبع الزواج فإذا أكيد في مشكلة. والله أنا بالنسبة لي يا أبو نارين بحسك أنت دائما شخص مثقف وشخص واعي، بقول لك والله عيب، يعني أنا بحسك بتعرف في العادات والتقاليد، عيب إنك ما تظهر مع بنتك في يوم يعني في يوم مهم كثير جدا كثير جدا بالنسبة للبنت. فبتمنى إنك تظهر، يعني جدا بتمنى إنك تظهر. موضوعنا الثالث والأخير واللي هو
رغد ولبسها للحجاب أو إساءتها للحجاب بالنسبة لي. طبعًا يا جماعة رغد فهمي من البنات اللي أنا كثير باحبهم، باحب تصرفاتهم، باحب فيديوهاتهم وكلامهم وقناتهم، وحتى خواتهم يعني روان وريان أيضًا من الناس المميزين والقدماء جدًا على يوتيوب. طبعًا هي جديدة لأنه قناتها جديدة فتحتها، أما خواتها لأ كانوا قديمين كثير. على المشكلة هي كمان لابسة حجاب وبرافو عليها، يعني أنا باشجعها وباشجع كمان خواتها إنهم يلبسوا الحجاب يعني يخففوا أيضًا من ملابسهم. ولكن أنا ليش اخترت رغد؟ لأنه رغد هي اللي لابسة الحجاب. شوفي يا رغد، إحنا يا جماعة بنشوف جدًا صور لرغد، أحيانًا باشوف عليها يعني مثلًا فساتين يعني باحس إن فيهن ضيق، يعني ضيقات، ما باعرف شو بيسموه في لغتكم ولكن ضيق، تمام؟ فأنتِ للحجاب حاولي إنِّك تلبسي ملابس ما تكون ضيقة، بتكون لسه أكثر هيك يعني واسعة، تكون يعني واسعة، ما تكون ضيقة. هسّه أنا باشوف عليكِ دايمًا ملابس واسعة، ولكن أحيانًا وفي الآونة الأخيرة صرتِ لأ تلبسي ملابس ضيقة، فأنا ما باشجعِك أبدًا، لإنه الحجاب بيلزمنا أو بيلزم البنات إنكم تلبسوا ملابس واسعة، وأنتِ كمان كلابسة للحجاب كملي هذا الإشي، كملي هذا المشوار، كملي إنِّك تجيبي الأجر والحسنات والثواب، وشجعي خواتِك، نعم شجعي خواتِك، حتى خواتِك لو ما بيلبسوا الحجاب أيضًا لازم يخففوا من لبسهم، يعني لبسهم ومكياجهم أعمار كبيرة، كأعمار كبيرة، فجدًا، جدًا، جدًا يا عائلة فهمي أنتم فعليًا غريبين طالعين، يعني حتى اللي ما بيلبس عندكم الحجاب ملابسه أو يعني المكياج اللي بيحطه جدًا، جدًا كثير، وأيضًا يعني بطريقة غير لأعمارهم، فأنا باتمنى من أبوكم وأمكم وأنتِ لأنِك أنتِ كمان الكبيرة إنكم تحاولوا إنكم تسيطروا على حالكم وتخففوا من المكياج والملابس اللي بيلبسوها أخواتِك الأصغر منِك، فيعني لابد إن نذكّركم وباتمنى فعليًا إنكم تعملوا اللي إحنا بنقول لكم عليه. إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم حبايب قلبي انتم، باشكركم يا أغلى متابعين سندي في اليوتيوب، باحبكم كثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة وتكتبوا لنا أكثر من تعليق وأيضًا تكتبوا لنا رأيكم لأنه جدًا بيهمني.